دكتور زكي حواس طلع من فترة وأنكر وجود أي آثار أو أثر للأنبياء في مصر، وناس كتير ردت عليه زي الباشمهندس نجيب ساويرس، وناس كتير طلعت اعترضت على كلامه. الحقيقة أنا مش طالع أعترض على كلامه، أنا طالع أأيد كلامه، وعايز أقول لكم إنه فعلا وحقيقي مفيش أي أثر للأنبياء في مصر، ولا الذكر لسيدنا يوسف أو سيدنا موسى في أي كتابة من الكتابات الهيروغليفية اللي موجودة على الآثار المصرية، وده واقع. بس النقطة مش كده خالص، مش ده المهم إن في أثر للأنبياء أو لأ. المهم هو حاجة تانية أنا عايز بس أقولها. كتير قوي من الناس في الفترة الأخيرة عايزين يسقطوا القرآن الكريم على جغرافية مكان معين أو على أحداث تاريخية معينة. أنا شايف إن ده تقليل لقيمة القرآن الكريم والهدف اللي من خلاله نزل القرآن الكريم. أولا القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى أرسله مجازا. لما ربنا نزل القرآن نزله بشكل مجازي، لأن الهدف منه هو العبرة من القصة، مش ان احنا نسقط الاحداث اللي موجوده في القصص القراني على مكان معين او على اثار معينه او على احداث معينه ونحاول نثبتها بشتى الطرق، ونحاول ندور مين ذو القرنين ومين الاسكندر ومين ما اعرفش ايه. انا شايف ان ده اصلا مش الهدف من القران. القران اعلى بكتير جدا من ان احنا نعتبره مصدر تاريخي. القرآن لا يصلح أن يكون مصدر تاريخي يا جماعة. القرآن أعلى من كده بكتير بكتير بكتير. فأرجوكوا مش لازم كل حاجة ندخل فيها القرآن الكريم ونسقط القرآن على نص جغرافي أو على نص تاريخي. ده خطأ كبير جدا. الحاجة التانية والأهم هو هو ليه طلعت كلام كتير على ان سيدنا موسى وسيدنا يوسف كانوا عايشين في مصر والقصة دي كلها كانت موجودة في مصر ومجمع البحرين ومش عارف ايه. بص، لو عرفت الهدف بس، يعني في نقطة مهمة جدا. هو مين اللي طلع الكلام ده؟ مين اللي قال ان مصر اللي في القرآن هي مصر اللي احنا عايشين فيها؟ اولا مصر ما كانش اسمها مصر زمان، حتى على ايام سيدنا محمد وعلى وقت نزول القرآن الكريم ما كانش اسمها مصر برضه. خلاص. فربنا سبحانه وتعالى ولما جه يخاطب العرب خاطبهم بلغتهم وبقدر عقولهم، فما كانش ينفع يقول لهم ان مصر اللي احنا عايشين فيها دلوقتي دي او المكان اللي انتوا عارفينه هيتسمى في المستقبل مصر. ده كلام يعني مش منطقي خالص يعني. دي حاجة. تاني حاجة برضو مهمة، هو ايه الهدف من ان احنا نخلي سيدنا يوسف عايش في مصر وسيدنا موسى عايش في مصر وبني اسرائيل دخلوا مصر وخرجوا من مصر؟ مين المستفيد من القصة ديت؟ يعني مين المستفيد انه يثبت ان هو ليه وجود في مصر؟ يعني بالتأكيد أو بالتبعية في وجود ليهم في فلسطين. خلاص أنت عرفت مين، والكلام سهل وبسيط. بني إسرائيل أو اليهود أو دولة إسرائيل أو أيا كان، هم اللي ليهم هدف وليهم مغزى من إن هم يسقطوا النص القرآني على جغرافية مصر وعلى جغرافية فلسطين عشان يثبتوا إن هم ليهم حق. فلو أنت دلوقتي فرحان إن فرعون موسى كان هو من مصر، رمسيس أو مرمبتاح أيا كان اسمه، وإن سيدنا موسى كان في مصر، فحضرتك انت لازم تحزن، لان انت بتدي الحق لليهود في وجود ليهم في مصر ووجود ليهم في فلسطين، لكن الحقيقة هو مفيش اي اثر ليهم لا في فلسطين ولا في مصر ولا اي حقوق تاريخية او دينية او اي حاجة. خلاص. فحضرتك ما تساعدش اليهود على كده، وحضرتك مش لازم نطلع احنا قوم موسى ونطلع احنا اللي حاكم يعني استخف بقومه فأطاعوه. يعني مش خالص، عادي جدا. احنا مصريين، نعتز بنفسنا عادي جدا، مفيش اي مشكلة. ومش شرط ان مصر القرآنية تبقى هي مصر اللي انت عايش فيها، مش هتكسب حاجة والله العظيم. ومش لازم كل نص قرآني نسقطه على مكان معين او على قصة او حادثة تاريخية معينة. خالص. ده كلام يعني صدقني ده تقليل من القرآن. زي ما انا بقول لك، لو سمحت تعامل مع القرآن ان الهدف منه ان ربنا ارسله عبرة ليك، انك يعني تاخد عبرة من الحادثة او من القصة اللي ربنا بيقولها لك. مش شرط تعرف المكان ده فين، مش شرط تعرف فين عين الحامئة، ولا تعرف فين سد ياجوج ماجوج، ولا تعرف موسى كان فين او يوسف كان فين. يعني انا شايف ان الكلام دوت مش مهم بالنسبة لنا. المهم هي العبرة في القصة. انا كنت عايز اقول الكلام ده، كان نفسي اقوله بصراحة، فانا قلته. السلام عليكم.